اهلا بيك في الفيديو ده. ازاي تنظم اولوياتك وما تنساش حاجة منهم، وازاي تنظم حياتك على نوشن. هي مش حياتك كلها، يعني انت عشمان في البحر يطلع لك سمك من غير ما تصطاد؟ طيب بص، لو انت داخل الفيديو ده او لو الفيديو ظهر لك، فانت حاجة من التلاتة دول. او انت التلاتة دول: تعبان نفسيا، مخنوق دراسيا، مزنوق اولويا. ما هي جاية من كلمة اولويات. ما تقلقش يا صاحبي، احنا زي بعض. فتعالى دلوقتي، احنا واقفين فين؟ ولا بلاش نكمل احسن، لحسن انت مش ناقص. بص، بص، انا قلت كام بص في الفيديو ده؟ بص يا هندسة، يلا بينا. الفيديو ده مش كورس النوشن، لا خالص، هو حاجة بسيطة جدا انا عملتها وسهلت عليا حاجات كتير. اللي هو انت اصلا بتنظم اولوياتك كلها قدامك، فتبقى انت شايف كل حاجة قدامك مهما بقى مضغوط، دماغك مش قادرة تفكر. افتح يا باشا الصفحة دي، افتح الصفحة دي وانت هتشوف كل اللي وراك حرفيا. هتبدأ بقى انت تحط التاسك بتاعك وتنظم الأولويات بتاعتك على حسب اليوم بتاعك. فيلا بينا. والحاجة ديت هي مش هيكون كورس، هي حاجة بسيطة هتفهمك حاجات كتير وهتبسط عليك الدنيا شوية. يعني ساعات الواحد من كتر الضغط اللي هو فيه بيبقى وراه حاجات كتير، ففي دماغك مش هتقدر تجمع كل حاجة. يعني حرفيا حتى لو جمعت كل حاجة تبقى ناسي حاجات. فتدخل على حاجة زي دي مثلا تعرفك اللي وراك، او تفتح الصفحة تبدأ ان انت تشوف مثلا ايه الحاجات اللي وراك النهاردة. او ممكن تلم الحاجات كلها اللي عندك وتبدأ ان انت بقى ترتب التاسك بتاعك من اول وجديد، وتشوف انت وراك ايه حسب اولوية كل واحد فينا. فيلا بينا على الشرح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل اللوحة الفنية ديت على نوشن. طيب تعالى دلوقتي نفتح نوشن. ولو انت لسه بتفتح نوشن لأول مرة، فانت حاول تسجل بإيميل الجامعة. تعالى دلوقتي هنقول نوشن في البحث، وهنختار أول عملية بحث. هيفتح معانا بالشكل ده. بس لو انت مش مسجل فيه عموما، زي اي حاجة بتسجل فيها، بس حاول تسجل بإيميل الجامعة عشان هيديك مميزات اكتر. فدلوقتي تعالى نعمل صفحة زي دي. هنخلي مثلا دي قدامنا عشان نغش منها. فتعالى يا باشا نعمل ايه دلوقتي؟ هنقول له من هنا على علامة القلم هيفتح لنا صفحة جديدة. فهيجي عندنا هنا في نيو بيج، هنقول له ايه؟ تعالى نقلبها خليها عربي ونكتب اللي ورايا، او اكتب اي حاجة، تو دو ليست او اي حاجة اللي ورايا. وعندك هنا اول حاجة يقول لك اد ايكون. فتعال نشوف اي حاجة بتدل على الندم ونختارها. هنشوف اي واحد مثلا بيخبط على دماغه، او واحد بيعيط مثلا يا عم. ده واحد ندمان او بيندب مثلا. فنيجي مثلا نقول له اد كفر. فانت عندك هنا هو بيختار لك كفر عشوائي، او ممكن انت هنا تقلب وتختار الكفر مثلا اللي على مزاجك، او ممكن تيجي من هنا وتكتب له اي حاجة في البحث وهو يجيبها لك. بالانجليزي مثلا على انس بلاش. هتيجي مثلا تكتب له ايه؟ تاسك مثلا. هيبدأ يجيب لك حاجات، صور كلها زبالة، بس هتختار الحاجة اللي تدل على اللي انت بتعمله. بس ديت ايه يعني؟ مش كويسة اوي، بس اللي هي ايه هتسد معاك. ولو انت عندك كفر جاهز، انت ممكن من هنا من الريسبونسيف ممكن تختار تطلع او تنزل، وبس اعمل كانسل. لو انت عندك كفر هتعمل هنا على ابلود، وهتختار ابلود فايل. وبعد كده هتبدأ ان انت تختار مكان، تبدأ تختار مثلا مكان الفايل بتاعك، وتبدأ يا باشا تختار الفايل يعني مثلا انا مش عايز اكرر نفس الحاجة عشان ما تطلعش نفس الصفحة. بس لو انت عندك كفر او بنفس المقاس ده، فهو هيعمل لك ابلود فايل، وبعد كده تختار الفايل بتاعك. وبعد كده هتروح هيظهر عندك هنا مكان الكفر، وتبدأ ان انت تقول له ريسبونسيف وتحدد شكل الكفر. وبس كده. دي احنا كده عملنا اول حاجة في الحاجات كلها. فتعالى دلوقتي تحت اللي ورايا، نعمل مثلا ايه؟ اول حاجة انت عشان تعمل اي حاجة في الدنيا في نوشن بتعملها منين؟ من علامة السلاش. بتعمل سلاش يا باشا، واول حاجة بيجيب لك تكست او بيج او تو دو ليست او هيدنج 1 او هيدنج 2 او هيدنج 3. ايه الهيدنج 1 والهيدنج 2 والهيدنج 3 ده؟ الهيدنج 1 ده اللي هو العنوان الرئيسي، الهيدنج 2 اللي هو العنوان الفرعي،
الهيدنج 3 اللي هو العنوان الثانوي. فتعالى دلوقتي، وعندك هنا تيبل، وعندك شوية حاجات مش هنستخدمها. فتعالى دلوقتي بما اننا عايزين مثلا نكتب اي حاجة تشجعنا، وهو هنقول له مثلا تكست، فنختار مثلا آية قرآنية، فنقول له وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فنعملها هنا. وعندك حاجتين عشان تعلم الحاجات دي، من الست نقط اللي عندك هنا دول هنختارهم. وعندك حاجات كتير قوي، احنا هنختار هنا الكلر. فعندك الكلر هنا التكست كلر اللي هو يخلي لك اللون التكست نفسه متغير. فتعال نجرب بلو. فهو عندك خلاها باللون الازرق. فتعالى دلوقتي لو احنا عايزين مثلا نغير الخلفية نفسها، فهنيجي على كلر برضك، وهننزل تحت على باك جراوند كلر، وهنختار مثلا بلو. فهو كده عمل لك ايه؟ الباك جراوند زرقاء. فدلوقتي تعالى ننزل تحت شوية ونقول له سلاش، هنقول له هيدنج 1 العنوان الرئيسي. وعندك في العنوان الرئيسي ده انت بتكتب الحاجة اللي بتدل على الحاجة اللي انت على الصفحة كلها هتبقى مليانة فيها ايه. زي مثلا انت عشان مثلا الداشبورد، فالداشبورد ديت اللي هي بتبقى الصفحة بتاعتك اللي هي فيها كل حاجة خاصة بيك، او ممكن تسميها انت اي حاجة. فانا هنا كنت مسميها داشبورد، فاجي اختار فاخدها كوبي واروح احطها هناك. انا بغش بس عشان ايه؟ بنغش من هناك عشان تبقى الدنيا سهلة ومناخدش وقت في الفيديو، عشان هو ممكن انت ترتب اولويات اكتر مني او اقل مني، فتفهم الفكرة العامة بتاعة نوشن اللي انا عايز اوصلها لك. وبعد داشبورد هنا عندك الست نقط دول هتختارهم برضك، وهتعمل مثلا الباك جراوند هتخليها مثلا ريد. لو انت عايز تجيب ايموجي، فانت اصلا مش ظاهر عندك حاجة فيها ايموجي خالص، فانت هتجيب الايموجي دي منين؟ فهتضغط على علامة الويندوز زائد حرف الزين، هيظهر عندك الايموجي بتاعت الويندوز، وتبدأ ان انت تختار من هنا حسب الحاجة اللي انت عايزها. بس يا باشا، يبقى عشان تجيب الايموجي هتعمل ايه؟ علامة الويندوز زائد حرف الزين. بس كده. تعال نشوف هنعمل ايه تاني. طيب الداشبورد دي تحتها مثلا انا عايز اضيف صورة، فهعمل علامة السلاش برضو، وهقول له عشان بدل ما اقعد ادور عليها هقول له image اي ام، هتلاقيه جاب لك هنا image. هتبدأ ان انت مثلا تابلود فايل، هتختار الصورة اللي عندك ايا يكن، هنخليها مثلا دي. طيب هي الصورة جت كده، نستناها بس تتحمل. حملت. طيب نصغر شوية. طيب انا مش عايزها في النص، اعمل ايه؟ هاجي على الثلاث نقط دي، وهختار اختار البتاع دي اسمها ايه؟ align. فهنخليها ايه؟ فهنخليها ليفت مثلا. وبعد الليفت يعني ممكن تكبر وتصغر، بس هي كده ايه حجمها مناسب. فانا عندي هنا جنب الصورة احط حاجتين وارص تحتهم بقى. فمثلا ممكن نقول هنا سيلف ليرنينج، ممكن اقول مثلا هنا سيلف ليرنينج و امبروفمنت. فتعال نشيل دي. فانا هنا هعمل ايه؟ فهنحطهم مثلا تحت الصورة، هنعمل سلاش ونخليها هيدنج 2 لانها ايه؟ ما احنا وبرضك حاجة ليك عشان تبقى عارفها، طريقة كتابة المقال في اي مقال: العنوان الرئيسي، بعد كده العنوان الفرعي، بعد كده الفقرات، وبعد كده العنوان الثانوي. العنوان الثانوي ده بيبقى جاي من العنوان الفرعي، العنوان الثانوي بيبقى جزء من العنوان الفرعي، بيبقى بيكمله. فاحنا دلوقتي عملنا العنوان، ونعمل العنوان الفرعي، وبعد كده الثانوي. الثانوي ده هنقابله بس مش دلوقتي. فتعالى دلوقتي نعمل مثلا سيلف ليرنينج، او ممكن انت تسميها مثلا اي حاجه. احنا هنلم لك كل حاجه دلوقتي، يعني اللي هو ايه كطالب دراسي وراك ايه بالظبط. يعني انا هلم لك دلوقتي كل حاجه. فاحنا مثلا تعالى دلوقتي نعمل ايه؟ تعالى نديها باك جراوند. فهنيجي على كلر باك جراوند ونسميها مثلا يلو. فتعالى نعمل برضو كعنوان فرعي، هنسميه هيدنج 2، مش هنقعد نقول عنوان فرعي بقى. فهنيجي نقول له هنا دوبليكيت، ومن الدوبليكيت نغير الاسم. نيجي هنا مثلا نشوف هنا كده improvement، او ممكن تكتبها important عادي، اي حاجة. انت بتفهم الفكرة وتبدأ ان انت تنظم الحاجة اللي انت عايزها. improvement تعالى كوبي، تعالى هنا باص. فاحنا هنجيبهم ازاي جنب الصورة؟ فهناخد دي، فتعالى نغير بس اللون دي،
هنخليها مثلا باللون الازرق. فهنجيبهم ازاي جنب الصورة؟ فهاخد ديت من الست نقط، هتلاقي علامة الايد عندك ظهرت اهي، هتضغط كده وهتسحب معاك هنا جنب الصورة، فتبدأ ان هي تيجي كده. فانا عايز اجيب امبروفمنت جنبها، فابدأ امسك برضك من الست نقط واجيبها هنا على الحرف، فهتلاقي الاتنين جوهم جنب الصورة. وممكن انا اتحكم كده الاتنين برضك يبقوا ايه جنب بعض بالترتيب. فدلوقتي تعالى نكمل. دلوقتي عند سيلف ليرنينج هنقول له ايه، هنعمل ايه، احنا هنعمل ايه. عندك هنا كنا ضايفين ايه، فول ستاك وانجلش وبروبلم سولفينج. طيب انا دلوقتي لو ضغطت على دي كده هتوديني فين؟ هتوديني على صفحة تانية اقدر ان انا اضيف فيها حاجات تخصني بعد كده في الفول ستاك. مثلا الانجليش حاجات برضك هتوديني، يعني انا عاملها في صفحة تانية ليه؟ يعني انا لما اضغط عليها دلوقتي هتوديني على حتة تانية ليه؟ لان هضيف فيها حاجات تانية بعد كده. يعني مثلا ممكن مصادر اعينها فيها، ممكن اعمل بي دي اف، ممكن احط مثلا اي حاجة بتعلمها ومش عايز اجمعها مثلا في مصدر معين، فاسيبها في نفس الصفحة بتاعة الحاجة اللي انا اذاكرها او آه، في داخل فيها يعني. فدلوقتي هنعملها ازاي؟ تعالى هنا من سلاش برضو اي حاجة على نوشن من سلاش، فهنضغط سلاش، تعالى هنا واضغط سلاش واختار بيج ده اول ما تختارها هيفتح لك صفحة جديدة زي الصفحة اللي احنا كنا بنعمل فيها. فدلوقتي هنعمل ايه؟ اول حاجة هنسميها فول ستاك، او على حسب بقى انت عايز ايه. فمثلا اسميها فول ستاك. فالفول ستاك ده بنرمز له برمز ايه، الويب. فاجي على اد ايكون واختار هنا ايقونة الويب، وبرضك من اد كفر اختار اي حاجة بتدل على الويب، فاقول له هنا ويب. فاختار اي حاجة بقى، مش شرط، هي الصور كلها وحشة فاي حاجة. ونرجع تاني من هنا كده على اللي ورايا. فاحنا دلوقتي عملنا صفحة زي اللي موجودة هنا، فانا لما اضغط على دي هيوديني على الصفحة نفسها. عايز ارجع تاني هرجع من هنا من اللي ورايا. فانا كده ضفت صفحة الفول ستاك. ليه اضيفها في صفحة؟ مش هنقعد نعيد ونزيد، افهم بقى من اول وخلاص. فدلوقتي انا عايز دلوقتي اعمل صفحة غيرها، فمن بيج برضك واقول له ايه، هسميها مثلا انجلش. واجي اختار مثلا اي حاجة بتدل على الانجليش، فاختار العلم بتاع واقول له اد كفر واقول له انجليش. فدي اخر مرة هعمل الحركة دي معاك، وانت طبقها في كل الحاجات عشان ما نضيعش وقت. فنقول له ايه، انجليش مثلا، ونرجع تاني من فوق هنا. فاحنا كده ضفنا هنا صفحتين. فتعالى على الامبروفمنت، مثلا انا كنت ضايفها هناك ايه، يوتيوب والكورس سي بلس بلس وريدنج ليست. اليوتيوب ده الحاجات اللي انا هعملها، الفيديوهات اللي انا هعملها بعد كده، فبقوم مرتبها فيه. وكورس السي بلس بلس اللي احنا بدأناه وقفنا فيه عند الدرس رقم 12 بالظبط، ولسه هنكمله يعني ان شاء الله. والريدنج ليست اللي هي الحاجات اللي انا هقرأها بعد كده. فانت تقدر تضيف صفحات اكتر من كده تحت الحاجات دي، يعني على حسب انت على حسب انت هتعمل ايه. بس هي ايه، الحاجات ديت مش اساسي، لسه هيتعدل عليها ولسه هيتضاف ليها حاجات. بس انا بوريك الشكل اللي انت هتفهمه عشان تقدر ايه تنظم الحاجات اللي وراك عليه. فدلوقتي تعالى نجرب حاجات تانية. دلوقتي احنا عملنا ايه، عملنا السيلف ليرنينج وعملنا الامبروفمنت وفهمتك هنا. يعني اي حاجة مهمة انت عايز تعملها بتحطها في صفحة، اي حاجة انت عايزها مثلا تفكرك بس بتخليها كتكست معين، وهنشوف ده بعدين، هنشوف ده واحنا لسه شغالين مع بعض. فدلوقتي تقدر انت تحط هنا تحت الامبروفمنت برضك الحاجات اللي هي الصفحات اللي انت تضيف فيها الحاجات بعد كده، زي السيلف ليرنينج بالظبط. فتعالى مثلا خلصنا الحاجات دي، فعايزين مثلا نعمل عنوان تاني.
فهنسميه ورك، الحاجات الشغل اللي ورانا. فنيجي مثلا هنا على داشبورد نعمل لها دوبليكيت. هنيجي هنا على داشبورد وهنقول لها دوبليكيت. دوبليكيت ده يعني كررها لي او كررها او نسخها. فهنيجي هنا ونعدل عليها وهنقول له ورك، وحط اي حاجة جنبها بتدل على القرف او الندم او اي حاجة، فمثلا كده. فتعالى دلوقتي تحت الورك احنا هنعمل ايه؟ هنعمل حاجات زي دي اللي هي هيدنج 2. فهنقول له عندك لو انت متطوع في حاجة فوق فولنتير، وويكلي تاسك الحاجات المهام الأسبوعية، واليونيفرستي أيام الجامعة، والاستادي الحاجات اللي انت المفروض تذاكرها. يعني ده الشغل اللي عليك. لو انت عليك حاجات أكتر من كده، يعني هو لسه في حاجات أكتر من كده بس لسه هنضيفها، بس أنا بوريك شكل معين هنعمل زيه، وبعد كده تبقى ايه، تفهم انت الشكل ده وتعمل وتحاول ترتب حاجاتك، الحاجة بتاعتك على نفس النظام ده. فتعالى دلوقتي ناخدهم كوبي بس عشان ايه ما نطولش في وقت الفيديو. فدلوقتي من تحت كلمة ورك هنعمل هنا كده دوبليكيت. دوبليكيت ناخدها هنا 4 مرات. دوبليكيت. فاحنا دلوقتي عندنا اول واحدة فولنتير. لو انت متطوع في اي حاجة، سواء بقى كان اللي عليك سواء كان اللي عليك ايه في التطوع ده، فانت حاول ان انت تحط برضك عشان يكون قدامك. والويكلي تاسك اللي هي التاسكات الاسبوعية. وبالمناسبة كوتش اكاديمي اول ما اخلص معاهم التريننج باذن الله هبقى اعمل عنهم ريفيو، يعني اللي هو ايه كان ايه كان. وعندك هنا اخر حاجة، يا راجل متهزرش. تعالى نلونهم. فمن الكلر على طول ادي الوان عشوائية. ادي يا باشا ادي. فتعالى دلوقتي كده نرتبهم. اي من علامة ال6 نقط دول، وتجيبها ايه جنب اختها. تعالى دلوقتي في الفولنتير، انت مش هتحط حاجة، يعني انت اصلا مش هتحط حاجة، فتختار تكست وتكتب مثلا الحاجة اللي انت متطوع فيها هنا، مثلا جادج في الاي سي بي سي او اي حاجة، او مثلا جرافيك ديزاين في الكوميونتي بتاعكم. وبرضك من هنا من ال6 نقط نختار لها الكالر بتاعها ونختار بلو. انت فهمت الفكرة بقى، انت فهمت الفكرة. فمن هنا الويكلي تاسك اللي هي مثلا الحاجات الاسبوعية اللي عليك، مثلا كوتش اكاديمي، ولما اخلصهم باذن الله بعمل لهم ريفيو، او اللي هو انصحكم بيها ولا ما انصحكوش بيها. بس هي البدايه مبشره، من الواضح كده ان هي بدايه مبشره، وهتبقى باذن الله كويسه. عشان الناس هم برضك والله بيعملوا اللي عليهم والدنيا مية مية. فانا برضك هخلص لحد الاخر وهنشوف الدنيا فيهم عامله ايه، وبعد كده نرشحهم او لا. بعد كده عندك فولنتير، هتحط الحاجات اللي انت متطوع فيها. الويكلي تاسك الحاجات اللي انت هتعملها مثلا، يعني تاسكات اسبوعية بتعملها كل اسبوع. عندك هنا ايام الجامعة هتحطها كتكست عادي، اللي هي بس تعرف ايام الجامعة، في ناس اصلا ما بتروحش الجامعة يعني ايام معينة. وعندك الاستادي الحاجات اللي عندك في الجامعة. فاليونيفرستي هتضيف هنا الايام. تعالى ناخدهم من هناك كوبي ونضيفهم كتكست. فانت فهمت الفكرة. اي حاجة احنا مش هنعمل لها، مش هنضيف فيها حاجة، بنخليها كتكست. اي حاجة احنا هنضيف فيها حاجة بنخليها كايه كبيج. ففي الاستوديو عندك حط مثلا الجدول الدراسي بتاعك. يعني مثلا هنا فلاتر، لو انت مثلا بتذاكر فلاتر فانت تضغط على فلاتر وتضيف هنا، يعني هتفتح لك صفحة تانية ان انت تبدأ تضيف الحاجات اللي وراك. ومثلا عندك هنا الصفحة دي، يعني عاملينها في صفحة ليه؟ لان احنا لسه هنحط هنا الجدول الدراسي. فهتحطها هنا مثلا تحت الاستادي، هنختار سلاش ونعمل بيج، ونحط الكلمة دي كوبي بيست قصدي، وهتحط لها الايكون دي ان هي تعرفك ان ده هيكون الجدول بتاعك. وهنا
هتروح جاي بقى ايه مختار سلاش، وتحط وتكتب ايمج، وتختار على يعني الجدول بتاعك. هتعمل ابلود فايل، وهتابلود الفايل اللي هو هيكون فيه الجدول الدراسي بتاع الكلية، واي حاجة بقى تبع الكلية تحطها في الصفحة دي. فبس انت فهمت الفكرة ديت، فتعالى نرجع نكمل. فاحنا عملنا هنا الحاجات المهمة في صفحات، الحاجات اللي احنا بس بنشوفها مش هنحط فيها حاجة، بنخليها كتكست. فتعالى دلوقتي احنا خلصنا الاربع حاجات دي. انت برضك ممكن تضيف حاجات على حسب انت مثلا بتعمل ايه تاني في يومك، او مثلا انت في سواء كطالب جامعي او خريج او طالب ثانوي او اي يعني سواء كنت طالب في اي مرحلة او خريج. فانت ممكن تبدأ تنظم الحتة ديت، حتة الورك نفسها، على حسب مثلا الشغل بتاعك. انت ممكن تحط هنا بروجكتات، وتحط تحتها برضك التاسكات المطلوبة منك. وبرضك زي ما اتعودنا، خليها كده عشان تبقى قريبة منهم. يعني انت فهمت الفكرة دي، تعالى بقى نكمل ونشوف هنعمل ايه تاني. فعندنا هنا مثلا التخصص بتاعك، ممكن تضيف التخصص وتحط تحته بقى ايه جزء الفرونت وتخليه في صفحة، جزء الباك هتخليه في صفحة. وهتحط ليه بنحطهم في صفحة؟ لان احنا ممكن نحط فيهم مصادر، او ممكن نحط فيهم اي تاسكات احنا عايزينها. وهنا مثلا عندك بروجكت هتخليه بروجكت 1 هنا. سواء عندك بروجكت فهتحطه هنا، اللي هو بس ايه فكرك ان انت عندك بروجكت هنا وهنا. وبعد كده تبدأ تربط ده كله، وبعد ما تخلص تفنش الفرونت مع الباك تحطهم هنا، يبقى عندك البروجكت بتاعك كله فول ستاك فرونت زائد باك. انت فهمت حاجة؟ لا. فتعالى بقى نيجي على اللي بعدها، اليور تايم اوف افري داي، الحاجات اللي انت بتعملها كل يوم. مثلا لو انت بتلعب رياضة، سواء جيم، كورة، اي حاجة، بتحل مثلا بروبلم سولفينج مثلا، ده على حسب بقى اللي انت بتعمله. يعني سواء انت هنا مثلا بتتدرب على مشروع او اي حاجة في التخصص بتاعك بتضيفها، مثلا بتتعلم مهارة جديدة بتضيفها، اي حاجة مثلا سواء هم اصلا بتعملها كل يوم، او مثلا يوم ويوم، او 3 ايام في الاسبوع، او اي حاجة انت عايزها بتعملها بنفس الطريقة، هتضيفها هنا. وقت ما انت تفتح الصفحة دي انت بتفتكر انت مثلا النهاردة ناسي ايه، مثلا النهاردة واخد اجازة، فمثلا ممكن تحط جزء الترفيه، وتضيف مثلا الحاجات اللي انت بتعملها مثلا في وقت الفراغ بتاعك. وبعد كده لو انت عندك مثلا بتشتغل جنب الدراسة، فانت ممكن تضيف الحاجات اللي انت بتشتغل فيها هنا. فمثلا تعملها فريلانسر، سواء انت بقى فريلانسر او بتنزل تشتغل، او تبع شركة او اي حاجة، فانت بتضيف الحاجات برضو هنا. وبس كده تكون انت فهمت فكرة الحاجات دي كلها. يعني انت كطالب اصلا مش تحتاج حاجة غير كده. يعني انت ولا محتاج كورس النوشن، ولا محتاج ان انت تتعلم فيه قوالب او اي حاجة. انت بس كل اللي محتاجه ان انت ترتب الاولويات بتاعتك، او تبقى شايف الاولويات اللي عليك، او تبقى منظم كل حاجة في ورقة واحدة، بحيث ان اما انت مثلا تبقى جاي تايه، او مثلا انت مش عارف انت هتعمل ايه النهاردة، او هتعمل ايه بكرة، او ايه قبل ايه، والحاجات دي كلها، فانت بتحطهم في صفحة واحدة، وتبدأ ان انت تفتح الصفحة ديت وتشوفها، وتبدأ تحط التاسك بتاعك على حسب الأولويات اللي انت كنت كاتبها. فبس كده يعني انت فهمت الفكرة. احنا اول حاجة احنا بنعمل ايه؟ برضك بتحط اي حاجة بتدل على الندم، عشان ايه تفكرك على طول ان انت وراك كذا كذا. وبعد كده بتحط الداشبورد بتاعتك، الحاجات اللي انت عايز تتعلمها، سيلف ليرنينج او امبروفمنت، الحاجات المهمة بس بتخليها في الاول. وبعد كده بتحط جزء الشغل بتاعك، وتحط وترص فيه كل حاجة انت عايز تضيفها. يعني انت ما تاخدش الحاجة دي على انها الحاجة بتاعتي اللي انا بعملها، لا، انا بوريك بس جزء عشان تعمل زيه. وبرضك ممكن تحط هنا جزء من، لو انت مثلا عندك اكتر من تخصص ممكن تضيفهم هنا، وتبدأ ان انت برضك تحط الاولويات بتاعتهم انهي الاول، او ممكن تحط كل، يعني انت بتحط كل حاجة تخصك في الصفحة دي. وبعد كده يعني يوم ما بتيجي مثلا بتبقى ان انت دماغك مضغوط من كتر الضغط، ان انت اصلا مش تقدر تفكر او تشوف الحاجات اللي عليك، فبتبدأ تفتح الصفحة ديت، وهي ايه بتحاول تلم لك الافكار اللي عندك شوية، بحيث ان انت مثلا، وبس كده يا معلم. يبقى انت فهمت الفكرة كلها. وانت كطالب جامعي مش تحتاج اكتر من كده، ولا تقول لي قوالب نوشن، ولا كورس نوشن، ولا داتابيز وبتاع وتودو ليست ومش عارف ايه. وانت انت كده كده بترتب، وما بتعملش اي حاجه من اللي انت بترتبه. يعني انت بدل ما ترتب وما تعملش، لا،
رتب الاولويات كلها، رتب اولوياتك كلها في صفحة واحدة، وبعد ما ترتبهم ابدأ ان انت بقى شوفهم وحط تاسكاتك يا معلم، من غير ما ترتب بقى ولا تعمل اي حاجة، وتبقى انت المفروض اصلا ترتب حياتك قبل ما تشتغل، وتيجي تشتغل ما تشتغلش، ويبقى انت ايه، ضيعت وقتك وفلوسك ووقتك وفلوسك، وقتك وفلوسك على الفاضي. انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو، وشير الفيديو ده مع زمايلك عشان كده كده هيحتاجوه. بص، اي حاجة هتفيدني في الدراسة عموما هطلع اشاركها معاك، لان انت زي وانا زيك وانت زيي وهو زيها وانت زيه وهي زيك، فايه نفيد بعض كلنا. يا رب يعدي الكام سنة دول على خير ونتخرج ان شاء الله. وبس يا معلم، ولو شفت الفيديو ده واستفدت ورتبت امورك فادعي لي دعوة من قلبك. وبس كده انا خلصت، سلام.